الكلمة مباشرة إلى أول مسجل في قائمة المتدخلين وهو السيد ميسوم طهر. رئيس، سيد الرئيس، اليوم الرئيس راني طالب وباحث ولست نائب. هذه الوزارة الرئيس هذه راهي مش سبيسيفيك الرئيس، هذه الوزارة راهي اوريجينال، راهي ينتمي إلى جدنا وابن القطاع. هذا الوزير من خريجي مدرسة المعلمين، دكاترة دون بكالوريا، أكثر من 30 سنة في التعليم العالي حتى تعينوه كوزير. من المفروض وزارة التعليم العالي تبقى في العالي، وهي مصنفة اليوم على مستوى العالم مرتبة 2361. الوزير عمل حاجة مليحة للباحثين اللي راهم في الخارج، دار لهم سيت. هذا الدكتور كمال يوسف التومي هذا من قصر البخاري، متخصص في أبحاث الروبوتات في أمريكا. ماشي عيب تتعاملوا معهم بالإنترنت. واش يقول لك؟ يقول لك الغرب ليسوا عباقرة ونحن أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. كيفاش يكون عندك بحث علمي والأستاذ خارج ولايته أجره 3 ملايين و800 حتى 4 ملايين و700؟ الجوار احنا عندنا في المدية في لوام يخلصوا فيه في الشهر 120 مليون. كيفاش يكون عندك بحث علمي والأستاذ الجامعي يرقد في الحمام أو في الإقامة الجامعية؟ احنا لوتيل تاع السفير انا نخلصوا مليون في النهار. كيفاش يكون عندك بحث علمي والاستاذ في الكلية العلوم الانسانية والاسلامية بوهران ما عندوش حشاك مرحاض حتى يخرجوا للقهوة؟ جامعة الجزائر راهم يركزوا على عملية التدريس اكثر من تركيزها على البحوث العلمية. الاساتذة الجامعة بلا برنامج في مجال التدريس، يلجأ الاستاذ الى السرقة العلمية من الانترنت، بعدها يوزعها على الطلبة وقهوة موح واشربوا روح. حتى السرقة العلمية في مجال البحث العلمي لأصحاب الدكتوراه هذو اللي عندهم الدكتوراه هذو. جامعة الجزائر 2 كلية الأدب العربي أستاذ اسمه قيصر يتبع المذهب الشيعي ولا أحد يراقبه. هذا السؤال المطروح، علاه ما كانش مراقبة بيطاغوجية وإنشاء هيئات للتفتيش والمتابعة لتحسين أداء الأستاذ؟ لماذا لا توجد مفتشيات كباقي الوزارات؟ تشوف باكزامبل الرئيس هنا، أنا جبت لك اليوم كاع الكتب المجلة تاع الجامعة هذه، المجلة الجامعة محتلة من طرف مدير الجامعة والمحيط تاعو كأنها مجلة عائلية. تشوف هذا سلطاني الجلالي وداير بنته ثاني أستاذة معاه سارة سلطاني، وجبت لك كاع نفس الأشخاص اللي في الكتاب هذا في اللي تلقاه هو. كيف يكون عندك بحث علمي والناس محتلينها؟ كما يقول السيستم الألمدي هذا ماذا قدم لنا؟ واش يقول لك سيد؟ ليكيدي الماكسيموم تاع الطلبة. خارجي النظام الكلاسيكي يطلبون بفتح المسابقة في أكتوبر تاع ماجستير، وعدتوهم قلت لهم في 2010 باللي نخلوها مفتوحة على مدى طويل. حتى الماستر درتوها لهم كالدومين، سكرتوها لهم بلا بلا، يدوا 3%، 100 طالب يدوا منه 3 من الناس. هذا منطق هذا وراهم كما يقولوا يديروا وراهم حابين يديروا مسيرة وطنية. زيد بالنسبة للطالب هذا أصبح سبيسيفيك، هذا الطالب مسكين طالب بطال طلاب، عندما ياخذ شهاده تاع الدبلوم هو يجري مسكين في كذا يحوس الحوت في البحر. انا كيما خريجي الالم ديال هذا السيستم ما بقيتش يتخرجوا مساكن. والصيادله اصبح الصياد اللي عنده قرا 20 سنه يصبح مساعد، يعانون من كابوس البطاله. انا واش نقول لكم يا الرئيس ونقول لهذا الوزير؟ بدلوا لها الوزاره، ديروها وزاره البحث العلمي والصيد البحري، بيحوس الحوت في البحر. طالب او طالبه مسكين دخل البارح يسجل، جاتني بنت قالت لي عندي اكسيدرول. واش دار بالطفل والطفله اللي الاكسيدرول تاعو يقولوا له بابا كنسالوه؟ واش دخلوا في بابا؟ هو راه فاكسيني وكل شيء. زيد طلب كليه الطب 7 سنوات هو يقرا مسكين من الدراسه ومتربص في المستشفى عمومي ويدير لاكار، ولا المسؤول يقدر يدخلوه للحبس يعطوا له 400,000 في التريميسه. هل هذا يعقل؟ كيما يقول لك الانسان هكذا. زيد هنايا الماكله تاع الطالب هذا، شوف قطو باش ياكل بالعمله الصعبه، والطالب الجزائري ياكل الوجبه الصعبه، لوبيا بلاش، حبه تاع بيض وحبه تاع فرماج وحبه تاع تفاح. الميزانيه العامه للديوان الوطني للخدمات الجامعيه تقدر ب 6000 مليار. العدد الطلبه تاع العام اللي فات 1,655,000. الطالب والطالبه معنا التكلفه تاعهم اللي خصتها الدوله للشهر طاحت لهم 11,890,000. هاتوا لهم الزملاين ويدبروا صالهم، ياكلوا رواحهم يديروا رواحهم، يدبروا صالهم في رواحهم كيما يقول الانسان. زيد
وهذا واحد من عين الدفله وهذا من بليده. هذو ربحوا سنه الباك. كيف الجامعه تاع عين الدفله وتاع بليده يدوهم لدار ابراهيم يقراو، وتاع الجزائر كما نقولوا حنا القاع والباع تاع الجزائر مساكن يروحوا لعفرون، وهذه معناتها واش معناتها؟ هذو يكثروا الايواء ويكثروا الاطعام، وشي تحكوت يكثر الكيران تاعو يخدم ويفتحوا لولين وتقولوا لنا في التقشف، والميزانيه العامه من 6000 مليار تطلع ل 10 مليار. جامعه الجزائر هذا راح يربح كما يقول الانسان. شكرا، ما نزيدوش، لا خلاص.